ازيكم عاملين ايه؟ غبنا كتير، انا عارف كتير جدا جدا. يعني كان اخر فيديو في القناة فيديو حقيقي يعني فعلي، كان بتاريخ 12/10 في المقطع الحلقة بنقول اختاروا افضل قطعة عندكم، وبعد كده بكام شهر كتير برضو 6-7 شهور تقريبا عملت فيديو تاني بتاريخ 9/5 من ZachWorks.com و ZachWorks.academy. فترة الغياب حصل فيها أحداث كتير جدا، ومنها أسباب نفسية ومنها أسباب مادية ومنها أسباب مهنية. الأسباب النفسية والمادية مش هنتكلم عنها كتير، ولكن هديكم هنت عنها، واللي أثرت بشكل كبير على مسار وتطور الأكاديمية عندي. إن أنا حرفيا ما كنتش طايق أي سوشيال ميديا خالص، ما كنتش عايز أتكلم في يوتيوب ولا أعمل فيديوهات ولا أشتغل في بروجكتس على اليوتيوب تاني خالص. أنا جالي إحساس الفترة الأخيرة إن أنا واقف مكاني مش بتحرك. حسيت ان انا مش بتطور سنتي. كل السكيلز اللي عندي او المهارات اللي عندي، كل الخبرة اللي عندي طول السنين، انا حرفيا مش بوظفها غير في فيديو على اليوتيوب. حتى لو حطيت فيه كل الجرافيكس وكل الموشن جرافيكس وكل الخبرة بتاعت السنين، برضو بعمل فيديو على اليوتيوب. كنت عايز ارجع تاني اشتغل برودكشن، كنت عايز ارجع تاني اشتغل مع شركات، اعمل بروجكتس كبيرة. ده الاحساس اللي كان مسيطر عليا. انا بعمل ايه هنا؟ يعني انا مضيع كل السكيلز بتاعتي وكل المهارات في مجرد فيديو بينزل يعني كل اسبوع على اليوتيوب. فده كان لازم ارجع اشتغل تاني مع شركات، اشتغل مع عملاء، ادخل في شيء صعب، ادخل في تحديات جديدة، ادخل في مهارات جديدة انا عايز اتعلمها. هو ده السبب الاساسي الحقيقة، يعني مش هضحك عليكم، هو ده كان من اهم الاسباب ان انا مش قادر اقف قدام كاميرا تاني او اتكلم في يوتيوب تاني. اما بقى بالنسبة للاسباب النفسية والمادية، خليني اديكم عنها هنت سريع جدا جدا يلخص كل شيء. ان انا حرفيا حصلت حركة كده بسيطة في الكهرباء عندي خسرتني كل شيء، كل شيء حرفيا. كل الداتا بتاعت السنين اللي فاتت، الكمبيوتر اللي انا بشتغل عليه واجهزة البيت التانية كمان، كلها بلا استثناء اتحرقت وباظت واتدمرت تماما. فرجعت تاني لنقطة الصفر. فمع بقى الأسباب المهنية اللي أنا قلت لكم عليها من شوية، ففعلا وقفت تماما سوشيال ميديا ويوتيوب وبعدت تماما. قلت كفاية كده بقى، يمكن دي علامة، يمكن حسيت إن أنا عامل زي الحصان اللي متلجم، مش قادر يجري، مش قادر يخلع، مش بيتحرك، واقف في مكانه. وبعد الأحاسيس دي بقى كلها، وبعد الدراما اللي حصلت لي في حياتي دي، لازم اخد خطوه بقى. هعمل ايه؟ بدات اجمع تاني السي في بتاعي والبورتفوليو بتاعي، لحد ما الحمد لله قدرت اقف على رجلي من اول وجديد، وامسك بقى شغل واعمل شغل البرودكشن اللي انا كان نفسي فيه. اشتغلت في كميه بروجكتس كبيره جدا طول السنتين دول، شاركت في كل الترندز اللي بتحصل في السوشيال ميديا، سواء AI او حتى فيديوهات ريلز عاديه. اشتغلت مع مطاعم، اشتغلت مع شركات كوزماتكس، او يعني في مجال التجميل. يعني تقريبا اشتغلت في كل المجالات، والحمد لله قدرت ان انا اعمل سي في تاني واعمل بورتفوليو تاني محترم افتخر بيه. وبعد كده بقى البورتفوليو ده نقدر نكسره ونعمله بريك داون ونعمله في ورك شوبس. فالفتره اللي فاتت الحقيقه كانت حرب نفسيه قويه جدا، بعيد فيها انشاء ذاتي من اول وجديد، مهنيا ونفسيا. اتعلمت فيها حاجات كتير جدا. انا ما غبتش خالص عن شغلي، بالعكس انا اشتغلت اكتر من الاول بكتير، وفي حاجات من شغلي كتير طلعت ترندز الفتره اللي فاتت الحمد لله يعني. فما غبتش عن البرودكشن، وده كان شيء مهم جدا لكاريري ولحياتي. يعني كان لازم اعمل كده، يعني ما كانش ينفع افضل طول ما انا قاعد عمال اعمل يوتيوب، خصوصا ان ما كانش المردود المادي الفتره دي. فكان لازم الواحد يعني يرجع تاني بقى يشتغل مع شركات وعملاء وكده. كفايه بقى كلام كده عن اللي فات، دلوقتي لازم نتكلم بقى عن اللي جاي. ايه اللي جاي؟ كتير. يعني مثلا الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن فيلم بيس اللي عملته ونزلته على اليوتيوب تشانل من كام يوم. هنتكلم عن الفيلم ده ونعمله بريك داون، وازاي اتعمل، وايه المودلز اللي اشتغلت بيها، كل حاجه تقريبا. وهنقل التجربه بتاعتي ليكم باذن الله في الفيديو اللي جاي على طول يعني. فباذن الله في دروس اكتر وفي حلقات اكتر عن كل حاجه فاتتنا ما اتكلمناش فيها هنا على الشانل. متحمس جدا اني رجعت، واتمنى انكم تكونوا كمان متحمسين يعني. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معاكم محمد زازو من ZachWorks.com و ZachWorks.academy. السلام عليكم.